ام مزخانه هنا يكي هيباس السي 2014 بدأت بتأسيس هذا المعرض في الأول من آذار عام 2014. عملي الأساسي هو تصليح الأحذية. جاءت فكرة هذا المعرض من قطع تراثية قليلة كان يمتلكها والدي، فقمت بعرض هذه القطع في مكان عملي الخاص، فأعجب بها كل من شاهدها، وهنا نضجت فكرة المعرض، وبمساعدة من أهل المنطقة، وذلك من خلال تقديمهم لبعض من القطع التراثية القيمة. أما سبب اختياري تأسيس المعرض هو مطابقته لتاريخ وفاة القائد الكردي الملا مصطفى البرزاني في الأول من مارس آذار عام 1979 في واشنطن، ناهيك أن شهر آذار يضم 39 حدثا خاصا بالشعب الكردي، السبب الذي دفعنا لاختيار آذار موعدا لتأسيسه. ووصلنا إلى هذا اليوم ما يقارب 650 من القطع التراثية من القرى والبلدات القريبة. بينجي قطعة دياريج مرهاتنا وسري صدي نوط ونهجي إنساني فقير علينا أب قطعيك وآري مكري وبانقا من ملت حمويرة ديرك دي مزاخانة. کاری باویشوان پیروست کن افکاری بیرابی لمزخانه درکی الباجاری درکی. أبارك للسيد أبو شفان معرضه الناجح، والذي يحتوي على قطع أثرية متميزة التي تبين مدى غنى التراث الكردي. كما نتمنى من أهلنا جميعا المساهمة في تقديم المساعدة والعون لهم في سبيل تنمية وتوسيع هذا المعرض والدفع به نحو مزيد من التميز. فالسيد أحمد حقيقة يجد صعوبة في البحث عن القطع الأثرية وجلبها إلى هذا المعرض الفريد من نوعه في مدينة المالكية. وقت أو مجرمي ناري كردا وك إيرو دنيا حمون على كردال إن شاء الله كردو يسرب كابن أوي ديد كواحد ديد. فهذه الأدوات تشبه مثيلاتها والتي كان يصنعها الأسطول الكردي كاوى الحداد، واستخدامها في القضاء على قوى الشر وقتله لعدو الشعب الكردي ضحاك، وأشعال النار التي غدت رمزا لحرية الشعب الكردي المضطهد آنذاك. أو بيرت فرقية يجلال الشقة روش كاشانت خورد أبسي لحجوار شيدكب ودريكرنا تشيه إشارتها منو هواجي روجك وأزبك عربم ضحاك بكوجم أزي آقر سرباني قصري بكم هنجي هوني خوش تشيه بردن ورنا فاري هنجي وكردا كاري دكتاتوركي هو مصدر دنيا دا بكوجي اوی خنجرک وکبی خنجری کر برخوده و داسک وکبی داسی دادس کرکی خوا و ساطورکی وکبی ساطوری دادس کرکی خوا ببرکی وکبی ببری دادس کرکی خوا چاکوچکی وکبی چاکوچیجی دا دست کرکی خوا و کاری بخوا بگین القصر جمهوری یا او مجرم ناری کردا پیدا و کاری بوی بکوشه. هيلا هيلا دفزاري لي هيلا هيلا دفزاري هيلا هيلا دفزاري لي صجار طولي واسماري